المهم دخلت الأوضة بخطوات حذرة وقلبي بيدق بسرعة. لقيت الأم قاعدة جنب السرير وكانت بتقرأ قرآن بصوت واطي، والبنت نايمة ووشها شاحب جدا، لكن مفيش أي أثر للبنت اللي خرجت من الحمام من ثواني. بصيت في كل زوايا في الأوضة، تحت السرير، جنب الدولاب، حتى فتحت باب الحمام الداخلي، لكن مفيش حد، كأنها اتبخرت. قربت من الأم وسألتها: معلش يا حاجة، في حد تاني معاكم هنا؟ بصت لي باستغراب وقالت لي: لا يا ابني، أنا لوحدي من ساعة ما مشي أبوه. في حاجة؟ حاولت أحتفظ بهدوئي وقلت: لا، بس كنت متأكد إن شفت حد دخل، يمكن كنت متوهم. سكت ومشيت من الأوضة، بس قلبي مش مطمن. قررت أراجع الكاميرات ورحت أوضة المراقبة وطلبت من زميلي يفتح لي تسجيلات الدور من حوالي نص ساعة. قعدنا نتفرج سوا وفعلا لقيناها بنت ماشية ببطء من الحمام، نفس الشكل اللي شفته ونفس المشي، نفس اللبس الأبيض الطويل. لكن لما قربت من الكاميرا الصورة اتشوشت فجأة والشاشة اسودت للحظات، وبعدها رجعت عادية والبنت اختفت من اللقطة. سألت زميلي: شفت ده؟ قال لي وهو باين عليه الرعب: احنا عندنا مشكلة يا أحمد. ده مش أول موقف زي كده. اتجمدت مكاني وسألته: ازاي يعني؟ قال لي: من حوالي شهرين بنت تانية ماتت بعد عملية صعبة جدا في نفس الأوضة، كانت شبه البنت دي بالظبط، وكان عندها حادثة برضه. ومن ساعتها كل كام يوم بيشتكي حد انه شاف بنت ماشية في الضوء او طالعة من الحمام، بس عمرنا ما قدرنا نثبت حاجة. سكت لحظات وبدأت اربط الاحداث ببعض، نفس الحادثة، نفس شكل البنت، نفس الأوضة. رجعت على أوضة البنت وكانت الساعة عدت 2 بعد نص الليل. دخلت بهدوء، لقيت الأم نايمة جنب البنت على الكنبة، ولكن البنت مش في السرير. جسمي أشعر وانا ببص حواليا، لقيت البنت واقفة قدام الشباك وبتبص بره. قربت منها وقلت لها: انت كويسة؟ لفت لي وشها ببطء وكان نفس وش البنت اللي طلعت من الحمام. لكن قبل ما انطق بكلمة سمعت صوت الأم ورايا بتقول وهي مفزوعة: يا ابني بنتي في السرير. بصيت ورايا بسرعة، فعلا لقيت البنت نايمة مكان. رجعت وبصيت للي واقفة، لقيتها اختفت. من ساعتها وانا مش قادر انسى اللي شفته، ومع كل أنين بسمعه بالليل قلبي بيدق اصلا وبدعي انها ما تظهرش تاني.